سلام كرزاتي، ان شاء الله تكونوا بخير. انا صافا الحمد لله. اليوم جيتكم بوصفه الارز جاء على حبه وطريقته بزاف سهله. نحكموا لاكوكوط نديروا فيها شويه تاع الزيت، نحكموا بصله متوسطه نقصوها كاريات صغار وحطوها تتقلى. هنايا الرز حكمت كيلت زوج كيسان كبار تاع الرز، حكمت جللتهم وغسلتهم مليح. هذا الكاس اللي عفوا اللي استعملته كما راكم تشوفوا. حكمت الراس تاعي غسلته مليح وخليته هكا في الماء باش يطلق هذوك النشويات نتاعو. هنا بعد ما تقلى لي هذاك البصل، زدت هنا مغرفه صغيره تاع زبده، وحكمت هنا سناريه ربيتها كما راكم تشوفوا لهنا. ربيتها وحطيتها مام هي تتقلى في هذيك الزبده. بعد ما تقلت لي هذيك السناريه حكمت ثاني شويه زيت، زدتها وقصيت الصدر تاع الدجاج، قصيتهم مربعات ومكعبات صغار كما راكم تشوفوا، ودرتو مام هو يتقلى. لازم يتقلى شغل يطيب مليح هذاك الصدر تاع الدجاج. هنا بعد ما طابلين نرجع هذاك البصل والزروديه مام هو على هذاك الصدر تاع الدجاج باش يطلقوا البنه مع هذاك الدجاج كما راكم تشوفوا لهنا. نقليهم بيا. هنايا كنت لي زيبيس اللي استعملتهم، انايا درت هنايا ثوم بودره، من نهار ما درتش ثوم، ما عنديش سنينات، درت ثوم بودره، درت شويه فلفل الكحل كما راكم تشوفوا. نتوما ديروا ثاني دوات الحمر، كثروا شويه من الكركم راهو صحي ومليح كما راكم تشوفوا. ودرت الكزبره، انا دوات الحمر ما كانوش عندي نورمال مش شرط. وديروا كميه تاع الملح ومغرف هريسه ومغرف طماطم بيسك ما عنديش الدوات الحمر، جبت مغرف هريسه ومغرف طماطم، وزدت حبه صغيره تاع طماطم حب ربيتها مام هي وزدتها عليهم. وبقيت نقلي في هذا المكونات مع بعضهم كما راكم تشوفوا. هي زدت زيتون، كان عندي زيتون ثاني زدت قصيته وزدت لحته كما راكم تشوفوا. هنا زدت كما قلت لكم الطماطم والهريسه كما راكم تشوفون. نقليهم بيا، نقليو هذيك الطماطم، المهم نقليو كل شيء بيا. لازم هذه الوصفه البنه تاعها كي تقليهم. هنايا الرز تاعي بعد ما صفيته رحت هنايا نزيدو مع هذوك المكونات مام هو يتقلى، ما نقليوه هو شويه معاهم. هنايا كرزاتي بعد ما تقلى لي هذاك الرز حكمت 5 كيسان ونص ما دافي. الكاس اللي كيلت بيه نهار الاول الرز درت له فيه 5 كيسان ونص ما دافي كما راكم تشوفوا. مرقت هذيك الرز تاعنا ونحركوه كما راكم تشوفوا لهنا، ونحركوه باش ما يلصقناش من التحت، ونخليه شويه يغلي. وراح نقفلوا له لاكوكوط. هنايا راح نخليه يطيب 15 دقيقه فرات، ما تزيدولوش، حسبوا له 15 دقيقه بيسك لاكوكوط تاعي هنايا طيب. شوفوا هنايا بعد ما طاب الرز راح يدير هذاك النقط. انا اللي عجبوني هنا كيدير الرز كيدير هذاك النقط ما راهو طاب سي بون. شوفوا هنايا جا على حبه وبزاف بنين. تسمى هذا الرز راهو ساهل وديريه في يوجد في دقيقته كيما نقولوا، وبزاف بنين. جربوه على هذه الطريقه وخليوا لي رايكم في التعليقات، وما تنساوش ديروا لي متابعه على القناه تاعي، وكثروا لي جمع لي فيديو اللي نحطهم باش يلحقكم كل جديد نتاعي. سلام.